برنا دولتها ترك أطاق كات لتجي عفرينيا لتجي قالي سيفيل لتجي خداني زيتونة بالبيكرين هات كرن انتهاكات الفاحشة هات كرن لتجي سيفيلات أرجع لك يجوا بيرانينا بيروجيا هم گشتی زانن کو گشتی چلایا 2018 نروجه کی نورمال بوج بومه چک بوجا بالخانه کو دولت ترک داگر کرد سر عفرینی هم بکارانی لتو دور دنیای نادی بکارانین اب وینای کو نال تماشا دکن نقاشانه عفرینه نقاشانه عفرین کو دنیای دا در خستن ما فی المروه دا نقاشخانه دوست نه تو باران کردن اب زاروکه کی کو نقاشخانه دا بود زاروکه کی کود نقاشخانه دو براستی توباران دولت ترک بالافر شر بش زاروکه نه نقاشخانه افرین توباران کرد و بمباران کرد ابوینا کود بینن. نناشد منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الحر بكل منظماته الحقوقية والإنسانية أن تقف أمام مسؤولياتها وتسمع النداءات التالية. أولاً تكريس يوم عالمي للتضامن مع عفرين. ثانياً فرض حظر جوي على عموم شمال وشرق سوريا بغية رد تركيا عن شن عدوان آخر على شمال وشرق سوريا. ثالثاً تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على شمال وشرق سوريا، وذلك عملاً بالمواد 39 إلى 51 من هذا الفصل، والتي تتضمن مهام مجلس الأمن الدولي عند وجود تهديد للسلم العالمي أو الإخلال به أو وجود عدوان. وهذه المهام تبدأ بتوصيات وتدابير وتنتهي باستخدام القوة التنفيذية الزاجرة برا وجوا لإزالة كل مظاهر الاحتلال. رابعا إرسال لجنة تقصي الحقائق لتثبيت الجرائم الدولية التي ارتكبتها الدولة التركية بحق البشر وبحق السلم والأمن الدوليين. بيجي بالخدانة عفريني بيجي